انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن فتح الفندق الذي يملكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي في المغرب أمام المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة صبيحة يوم السبت. وكشفت إدارة فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد نادي النصر السعودي في مدينة مراكش المغربية عن موقف إنساني نبيل تجاه الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب. صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمراكش التابع لمجموعته تحت اسم بيستانا CR7 تجاوب مع عشرات السياح في المغرب الذين نجوا من الزلزال بعدما قضوا ليلتهم في الشوارع. وأوضح المصدر نفسه أن المتضررين بحثوا عن مأوى لساعات بعدما تلقوا تطمينات من السلطات المحلية بإمكانية العودة للبيوت والفنادق. تتجاوب إدارة فندق النجم البرتغالي مع اتصالاتهم وتمنحهم بهو الفندق لاستغلاله، وهو الذي يعتبر من الفنادق الفاخرة بمدينة مراكش، قبل أن تمنحهم تسهيلات كبيرة في حجز غرف خاصة. المصادر ذاتها أشارت إلى أن السياح الذين التحقوا بفندق كريستيانو رونالدو معظمهم من إسبانيا، وقد استحسنوا مبادرة إدارة الفندق والمساعدة الكبيرة التي قدمتها لهم قبل حجز تذاكر عودتهم إلى بلدانهم، بعدما عاشوا لحظات صعبة أثناء الهزة الأرضية التي عرفتها عدد من المدن المغربية، وكان مركزها منطقة الحوز ضواحي مراكش. وكشفت سائحة إسبانية في المغرب أن العشرات من السياح لجأوا إلى فندق كريستيانو رونالدو الواقع على مشارف مدينة مراكش بعد الزلزال المدمر، وذلك بهدف الحصول على مكان للإقامة فيه بعد أن أمضوا ساعات في الشوارع، مؤكدة أنها تمكنت من الحصول على غرفة في الفندق بشكل طبيعي وليس بالمجان كما تردد. من جهته حرص رونالدو على تضامن مع الشعب المغربي من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على موقع انستغرام جاء فيها: أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء الضحايا، أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية.